عدى النهار والمغربية جاية ورا رامي ربيعة. رامي رجولة صاحب أشهر مقولة: اللي مش عاجبه لعبي ما يشجعش النادي الأهلي وأنا بلعب. في الفترة الأخيرة رامي ربيعة كان مسندل، عنده إيجابيات كتير ولكن عنده سلبيات برضه، ما هوش مالدين الكورة المصرية، خصوصا بعد خروج محمد عبد المنعم اللي كان أحد أهم أسباب هبوط مستوى النادي الأهلي مع مارسيل كولر. هو محمد عبد المنعم، لأن الوحيد اللي كان بيعرف يعمل بيلد أب بالكورة، بيعرف يعمل لونج باص، بيعرف يخلص ماتشات، يطلع يجيب جون بدماغه ويرجع خلصونا انا زهقت. لان مروان عطيه من النوع اللي تديله الكره يديها لك تاني، تديله الكره يديها لك تاني، ما عندهوش الترنات اللي يعرف يبص ويعرف يوزع. كل واحد وعنده ميزه وعنده عيب. النادي الاهلي ما قدرش يعوض غياب محمد عبد المنعم حتى في وجود اشرف داري اللي تحس ان هو جرار، يعني هو داخل على الكوره كده ما يطمنكش، هياخدك انت والكوره والحكم والناس اللي بتتفرج. اصاباته كتير، عنده جرينتا مغطيه على نسبه الخطا اللي عنده، ولكن هو لعيب مبشر بس ما بيكملش 3 4 ماتشات معانا. فانت محتاج مدافع، خصوصا ان ياسر بيعرف يملى الحته الناقصه. ما هو ياسر برضه ما هوش اللعيب الكوره اللي يقدر يطلع بالكوره، ما احنا عارفينه ياسر ابراهيم. فانت محتاج مدافع يكون هادي بيعرف يطلع بالكوره، محتاج حارس مرمى في الوقت الحالي يكون عنده يعني رشاقه. مصطفى شوبير، يعني انت بتحب الشناوي، انا كمان بحب الشناوي، لكن الشناوي خلاص خلص.